هلوين بحيث يرسمون على وجوههم وجوه الأطفال شخصيات مرعبة ويلبسون أزياء تنكرية. أنا رأيت هذا الأمر حقيقة، يعني صراحة يعني شيء محزن. يعني هذا هني تعرف الإنسان التافه والإنسان غير التافه الصراحة. يعني تشرب عصير بممية، يعني ايش تبي توصل له؟ يعني ايش تبي توصل؟ تبي توصل لبيت أبي الطيب المتنبي؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. تبي توصل لهذه المرحلة؟ تبي توصل لمرحلة لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه؟ يعني تقليد أعمى أعمى بكل ما في الكلمة المعنى. شوف تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تعرفون جحر الضب؟ جحر الضب يقول أهل العلم، وخاصة اللي خلينا نقول أهل البادية الذين يعرفون الضب عدل، جحر الضب من أضيق الجحور، بالكاد يكفيه، حتى أن الضب ما يقدر يلفوق تحت إذا بيطلع، لازم يرجع إلى الخلف من ضيق جحره. وجحره يعني سقفه لاصق بظهر الضب، يعني يحفر جحرا ضيقا جدا بالكاد يكفيه، حتى ان البعض يقول لو دخل عليه ضب ثاني او دخل الضب مع انثاه يريد ان يجامعها لازم واحد فيهم يموت، ما يقدرون يطلعون اثنينهم. ما يكفيكم، مو لكم. يعني ما هذا الجهل؟ ثم تقولون لماذا تسلط الكفار علينا؟ لماذا نحن ضعفاء؟ من هالاشكال. شنو رجل واقف يبي ممية؟ يعني شيء حقيقة يعني مخزي بكل ما في الكلمة من معنى. يعني ما استطيع ان اعبر يعني عن هذا، لكن اقول يعني عفى الله على هذه العقول حقيقة. يعني لا مرجلة، لا دين، لا عقل، لا تفاهة بكل ما في الكلمة من معنى. والله المستعان. الله لم يعطينا إلا عيدين اثنين فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، وأما غير ذلك فكلها لا تجوز، والله أعلم.